ملاحظة البنات برك هذاك التصوير راني كي صورت في الليل راه يبان الصفيطي ابيض، هو نورمالمون راه حمر. صاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم البنات كالعاده فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جبت لكم هذا الطبق المعروف جدا اللي هو الصفيطي. كش وحده تتوحم ولا تشهت الصفيطي، ولا عندها اللي تشهى الصفيطي وما عندهاش المهرس، جبت لك الحل. ويجي بنين ويشهي وكيما تاع المهرس. تبعي الفيديو الاخر باش تعرفي الطريقه. نبداو على بركه الله. هنا عندنا الفلفله والطماطم، طماطم حب، وعندنا الثوم ماني ما صورتوش، والحار. صفيطي بلا حار موش صفيطي. هنا نحكموا الفلفله تاعنا نشوطوها على النار، هي والطماطم حب والفلفله الحاره كما راكم تشوفوا هنايا. سمحوا لي التصوير راني نصور بيد ونوري لكم. هنا نحكموا الفلفله تاعنا كما قلت لكم، نقوها، ما نغسلوهاش، فقط نقشروا هذيك كي شوطناه ولا شوطناه هو اتنقوه ونجيبوه نديروه في هذا الروبو. صدقوني تجي صفيطي كيما نتاع المهرس، نفس الذوق. هنا نحكموا هذيك الفلفله والطماطم، نرحوهم مع بعض، نرحوهم، ما ترحوهمش قبل بزاف شويه دوك تشوفوا. صدقوني ديروا هذا الطريقه ورايحين تنجحوا فيها ويجيكم بنين ما شاء الله. نحكموا هذاك الخليط تاعنا، نديرو في الطاوه، نديرو له مغرف تاع طماطم مصبره، ونديرو له التوابل كما دوكا تشوفوا. ما تنساوش الملح، هنا الملح راني ما صورتش بصح درت من بعد. نديرو التوابل، نديرو شويه تاع فلفل كحل، قزبر، شويه كمون، هذا مكان، والحار. الا تقدروا الحار تقدروا ثاني ديروا الحار هذاك الاحمر. الفلفل الاحمر ما تنساوش، هاي وينه. نديروهم فوق النار. دوكا نزيدوا له الماء ونديروه فوق النار. نخليكم مع الصور البنات. هذه الطريقه نتاعي انا. كشغل كما يقول لك القديم حبوا، عفوا الجديد حبوا والقديم لا تفرط فيه. تبقى الطريقه التقليديه هي الاصل وهي الصح، وهذه باش نسهلوا لارواحنا. هنا نفتح قوس ونقول لكم ماذا بكم تعاونوا بتبلاتكم، طلعوا القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم الجديد، تعاونوا خيتكم. راني مبتدئة وإن شاء الله نكبروا مع بعض. كما راكم شفتوا درت الماء. نديروا الماء اللي يكفينا باش الصفيطي تاعنا ولا كي نديروا الكسره ما تجيش ناشفه، لازم يكون طري ومن بعد هي تشرب. هنا نجو الكسره تاعنا، الكسره ما فيها والو، عندنا السميد ارطب. نديروا الملح على حساب الكونتيتي تاعك تاع السميد، ونديروا مغرف نتاع زيت ونلمو بالماء فقط، سهله ماهله. نحكموا نلمو العجينه تاعنا كما قلت لكم بالماء. ومن بعد نحكموا نديروها خبيزات صغار كما راكم تشوفوا. نديروا الطاجين تاعنا يسخن. هو الصفيطي كي ديروه ما لازمش زعما ترحوه وتوجدوه وتخلوه، من بعد لازم يتكل في ذيك اللحظه. لخاطر راكم عارفين بلي العجينه عفوا الكسره تشرب ما ينشف لكمش. هنا نحكموا كما راكم تشوفوا الكسره تاعنا نطيبوها في الطاجين. عندك الطاجين هذا تاع الطين ولا الطاجين هذاك تاع الحديد، نفس النتيجه. ما هي رقيقه بزاف ما هي خشينه. ومن بعد نحكموا نكسروا هذيك الكسره باش نعاونوا الروبو ما يخسرلكش تعشي تقولي ام لقمه ما درت فيه. هنا راني نسيت الثوم من بعد باش درته. نحكموا الروبو تاعنا ونديروا الكونتيتي تاع الكسره هذيك اللي رانا فتتناها
كما قلت لكم هذه احسن. انا عندي المهرس دوكا تشوفوا، بصح صبت باللي هذه الطريقه افضل. المهرس كي تبدا يدوكي فيك شغل يبدا يطشش وفيه تعب، بصح هذه ساهله. هنا فقط كي ديروا لاصوص الاخر ما تكثروش باش ما تطشش لكم بزاف أو ترد لكم الدنيا. كما راكم تلاحظوا صدقوني يجي بزاف بزاف بنين. ونديروا هذيك لاصوص تكون سخونه ونرحو. وهذه الطريقه كما قلت لكم يتكل في نفس اللحظه، ما يقعدش بزاف لخاطر راهو يشرب. دوكا نوريكم النتيجه كيفاه جا داير. ولازم يكون محرحر. ما تنساوش القزبر ثاني، ديروا له القزبر. هنا راني نكمل في الكونتيتي اللي راهي عندي. كما قلت لكم راني كملت الكونتيتي اللي عندي. هنا التصوير سمحوا لي اني صورته في الليل، درته البارح عشاء. هاي النتيجه جا ما شاء الله صدقوني بنين 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 يهبل. نتاع هذا الفصل نتاع البرد والشتاء، ولازم يكون محرحر. هاو المهرز اللي عندي وانا درته في الروبو، النتيجه صدقوني رائعه. وفي الأخير كما دايما نقولكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. تهلاو في رواحكم، مع السلامة.